برضه الافيه بتاع احمد حلمي في فيلم الناظر لما كان قاعد ملط لابس الشورت بس، وكان حواليه صور البنات ولا النسوان بتوع روسيا دول. تمام. قال لك بقى امتى بقى هتخطى الحته دي؟ مش عارفين نتخطى الحته دي. برضه تيجي في اخر اللحظات برضه مش عارف تعمل تاريخ ليك، فوز تاريخي كان بين ايدك يا راجل، ما بين ايدك مش بين رجلك حتى يعني. ما تقدرش تتكلم مع حسام حسن ولا نص كلمه. وفي حاجات ممكن تتكلم فيها كتغييرات ماشي، انما حسام حسن مش هيحط لك الجون يا عم امام عاشور ولا انت ولا زيكو. امتى بقى هتخطى بقى المرحله دي؟ ضيعنا فوز تاريخي وتكسب بفوره وبسكور 3 عادي واربعه ولعبت كويس. نفسي نتخطى بقى العقده دي بجد بقى، مش عارفين نتخطاها ليه. هي مشكلتنا كده على عموما من ساعه ما انا اتولدت، ومن ساعه ما بابا الله يرحمه اتولد، ومن ساعه ما جد الله يرحمه اتولد، وعمي الله يرحمه كل الله يرحمهم. برضه نفس القصه تيجي في ايه؟ في الامطار الاخيره بيحصل لك لاج. يا عم تلعب يا عم، ما انت ما خفتش النهارده، ما خفناش النهارده من بلجيكا. لا حول ولا قوه الا بالله. منتخب مصر ضيع فوره ما بين ايده، ويضيع فوز تاريخي في كاس العالم باداء ولا اروع من كابتن حسام حسن، ولا يعني ولا اجمل. 2006 يا ريس، 2006 ايطاليا زي ما قال لك كابتن محمد ابو تريكه النهارده وشي كان وش السعد والله. قال لك النهارده كابتن حسام حسن قال لك ايطاليا غايبه عن كاس العالم 2006. لا، حسام حسن موجود 4-4-2. ضيعنا. حرام حرام يا جدعان. لعبنا ماتش حلو قوي، ماتش فيه كور ولا مركزيه وضغط عالي. وايه الحلويات دي؟ ايه الحلويات اللي حصلت دي؟ ضيعها امام عاشور وزيكو ومرموش ده كمان. يعني مرموش يعني انا مش فاهم لك يا معلم. الغرور اللي جالك انا نجم الفرقه وانا نجم السيتي يا عم. في ايه يا عم؟ الحب جاني باني يا عم. منتخب مصر بلجيكا تتعادل مع منتخب مصر. الكوميديا كمان ان الجول ما اتحسبش لوكاكو من اول، طبعا من ساعه ما نزل اول ثانيه اتحسب لمحمد هاني اون جول. يعني حتى احنا كمان احنا اللي تعادلنا. متخيل امام عاشور واحنا اللي جبنا جون التعادل احنا نفسينا يعني. احنا عملنا كل حاجه. وقفنا على الدوكو وروجرسيا يا عيني، يعني خلى الدوكو يروح ناحيه الثانيه. يا لهوي يا جدعان، انا كان نفسي نكسب. نفسي هنتلب في ماتش ايران ونيوزيلندا، مش هيجي لنا الفرصه دي. ايران ونيوزيلندا دول هيحرجموا عليك، هيحرجموا عليك بجد. ما كنتش متوقع ان انا اصلا نعمل اداء ده قدام بلجيكا بصراحه. ماتش البرازيل كان بيدي مؤشر كده. كورتنا الدفاعيه بس يعني لا، مش منتجه للقدام. النهارده انت انتجت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. منتخب مصر يتعادل، لا يتعادل ايه؟ منتخب مصر يضيع فوز تاريخي له في كاس العالم بايده، ضيع وبرجله ضيع بكل حاجه، ضيع قدام المنتخب البلجيكي ويتعادل 1-1. تمام. بدأنا التشكيله ب 4-3-3 عكس التوقعات، الا بس ان حمدي فتحي كنا معترضين عليه ان هو يلعب سيرد باك جنب ياسر ابراهيم. ولعبنا بامام عاشور لان امام عاشور هو حلقه الوصل، هو حلقه الوصل ما بين خط الدفاع والهجوم الوحيد بقى يلعب كوره يعني يطلعها من خط الدفاع لخط الهجوم. الاسطى بتاعك يعني هو رقم 10. بس امام عاشور كان متطرف مع احمد فتوح يقفلوا على تروسرد. الناحيه الثانيه زيكو بيلعب اصلا وينج ليفت، خلاه يلعب وينج رايت مع محمد هاني. محمد هاني عمل حته دي الماتش على دوكو لدرجه ان روي جارسيا خلى دوكو يلعب ناحيه فتوح، اتخنق منه. دي ما حصلتش ولا عمرها شفتها اصلا ان دوكو في حد يعني يرخم عليه. ده في عز اللي كان بيلعبوا الريال كان 3 عليه، ما غيرش الجبهه بتاعته، غيرها النهارده. مش متخيل يعني محمد هاني كان مركز ازاي، وحسام حسن كان عامل ازاي. التعليمات الدفاعيه زيكو ومروان عطيه وحمدي ومحمد هاني يقفلوا ناحيه دوكو. كان اخطر واحد او يعني اهم لاعب حاليا في منتخب بلجيكا كفورمه يعني. ف يا راجل حرام، حرام بجد والله. كان اسوأ واحد في الشوط الاولاني هو مروان عمر مرموش. كان سيء جدا في قراراته، كانت سيئه جدا. غرور واكله دلوقتي. انا هو في غرور. بدأنا 4-3-3. الوسطى بتاعك امام عاشور، مهند نشين برضو بيرجع او يعني بيبقى مع مروان مع امام عاشور واحمد فتوح. محمد صلاح اللامركزيه اللي 10-10 اصلا. اول 5 دقائق محمد صلاح كان بيلعب وينج شمال ويلعب مع ناحيه زيكو، والاقي زيكو ناحيه الشمال اللامركزيه. انت عملت فاهم تغفل دفاعات بلجيكا.
وبننقل الكوره كويس وبنقطعها كويس. حمدي فتحي وياسر إبراهيم من نجوم اللقاء طبعا، ومصطفى شوبير طبعا اكيد طبعا من نجوم اللقاء. يعني الفرقه كانت كويسه جدا. يمكن بس يعني عمر مرموش اللي كان ممكن، يعني هو اللي كان سيء ما بينهم، ما بيلعبش كوره بصراحه، مش ده عمر مرموش يعني. فالحمد لله رب العالمين. يعني محمد صلاح يعني بدا يرجع للفورمه. محمد صلاح كان كويس جدا. كل سنه طيب يا محمد صلاح، طبعا النهارده عيد ميلادك، يعني كان نفسي نكسب بجد يعني، برضه تبقى حاجه حلوه. فمحمد صلاح في الفوق يعني بدا يجيب فورمه 50. لا يعني طبعا مش محمد صلاح بتاع اللي هو بتاع زمان واحتكاكات، لا محمد يعني لعب ماتش كويس محمد صلاح. كنا بننتقده، لا عمر مرموش النهارده ياخد الانتقاد كله. وبدانا يا عم ولعبنا كوره وقفلين صح. اما ولا زي ما اقول لك يعني مهند لاشين مع عاشور مع فتوح وخط يعني فاهم. ومحمد صلاح اللي كان بيدافع، ومرموش يرجع يدافع، وزيكو كمان. فانت بتطلع بالكوره كمان بشكلك كويس، بتطلع بالكوره شكلها كويس. انا كنت مفتقد دي يا جدعان، مفتقد ان احنا نطلع بالكوره بجد. لعنا وعملنا، واللعيبه مش خايفه ولا اي حاجه، ومحمد هاني واقف صح وفتوح واقف صح. قفلنا الدنيا. ديكتلاري بتاعهم يعني كان من كتر ما هو اتخنق اصلا من ياسر وحمدي فتحي بقى بيلعب شادو سترايكر، يروح يمين ويروح شمال، قافلين الدنيا. دي بروين طبعا كان الخطوره الابرز من ناحيه بلجيكا هو دي بروين. الفاول جه في العارضه، والشوط اللي جت في اول الدقائق، وطبعا والاوفرات. دي بروين هو يفضل دي بروين، عنده 50 سنه عنده 100 سنه، دي بروين هو دي بروين. ده كان ميزان، هو اخطر حد اصلا في بلجيكا مع تيليمانس طبعا. يعني الشوط الثاني اللي شاطها. فانت عامل حاجات يعني غير متوقعه للمخ اصلا، يعني غير متوقعه للاعب المصري. والحمد لله ربنا اكرمنا بالجون الاولاني. خط دفاعنا يعني خط دفاع سوري بلجيكا اصلا ملط يستلمها. يعني الكره اللي جت محمد صلاح يعني يديها اسيست حلوه جدا، يعني هي مش اسيست قوي يعني، هي كانت كره حلوه ده لامام عاشور. امام عاشور ما فكرش فاهم ويشوطها الجون الاولاني. والحنكلول لا مؤاخذه اسلام دي انا اسف اجيب سيرتك يعني، الحنكلول يعني ايه الحنكلول كان بيقول عليه الحنكلول ايام ما كان لسه اسمه امام عاشور مش 22 فاهم. والحمد لله الجون الاولاني. وهو يفضل وامام عاشور هو رابع لاعب في تاريخ مصر يجيب جول. عبد الرحمن فوزي ومجدي عبد الغني ومحمد صلاح وامام عاشور. الصلاه على النبي الجول الاولاني. عايزين نجيب الثاني. زيكو شاط كوره حلوه جدا بعديها. طبعا بالناحيه الثانيه بلجيكا طبعا بتحاول تجيب التعادل، بس الشوط الثاني كان هم اخطر اكيد طبعا، مش الاولاني هم كانوا خسرانين يعني. وزيكو يشوط وكورتوا يصد تمام. وعمر مرموش يعني الكره اللي شاطها كده اللي هي جت كورنر دي كانت سخيفه. ما تديها يا عم محمد صلاح يا عم وانجز يا عم مرموش انت كمان فاهم. هي بس كانت نقطه يعني، كانت الحاجه السلبيه بالنسبه لي قصه الكورنر، يعني اللي هي تلعبها شورت كورنر دي وترفعها دي انا ما كانت مش عجباني. ما ترفع على طول وخلص يعني. وحسام حسن عمل ماتش تكتيكي عالي قوي، طلع بالكوره حلوه قوي، لما كزيح جميله جدا وحلو. شوط مثالي شوط اولاني. انت تقدر تجيب جول وجولين، يعني تجيب جولين وثلاثه واكتر. ليه بقى العقده بتاعت العرب بتاعتنا دي؟ الشوط الاولاني يخلص 1-0، مزاجك رايق، الدنيا قرصت، تشرب كوبايه الشاي او كوبايه القهوه يا باشا وتشد لك حجرين معسل، عارف الدنيا زي الفل. طبعا كان الخوف في الشوط الثاني ان هم ينزلوا ضاغطين عليك ولازم تقفل كويس وتلعب على المرتدات وما تلعبش بالطريقه الدفاعيه. وقد كان الشوط الثاني. زيكو جده يا زيكو، يعني انت ما تلعبش كهرباء اسماعيليه يا زيكو. الكره بتاعت رجلك الشمال دي ما تقلش يا ابو الكباتن، ما تقلش قدام السكس يارد يعني. الكره جالك من ناحيه الشمال حلوه، ويعني ارفع من فتح ويلا بقى الطش بقى بشمالك تقلش منه. بعد كده الكره اللي هي بقى بالنسبه لي كانت القاتله، كورتوا يغلط تمام. ما يعني محمد صلاح يلعبها بالهيد ضعيفه جدا، تعمل بندايه تيجي يعني يصدها يعني تيجي يعني عارف انت اللي هو ايه. كورتوا اتخض قوي من الكوره، غلط غلطه شالها بطريقه ساذجه. مش كورتوا طبعا بتاع ريال مدريد، امام عاشور شاطها في السلام. امام عاشور شاطها بدأ يعني لا منه باصاها عدل ولا منه شاطها. الجون فاضي يا عم، شوت يا عم امام. تبقى 2-0 تبقى 3-0 يا جدعان ونخلص بقى. فوز الاولاني والتاريخي لعيب المصري او اللعيب العربي يعني. طبعا خلاص بقى انت بقى ايه انت دلوقتي يعني روي جارسيا بقى طبعا نزل ايه قبل ما ينزل يعني لوكاكو بيلعب على اللونج باص. خطوره من ناحيه بلجيكا، العارضه بالفاول بتاعت دي بروين تمام. باصات ما بين يعني خطوط عندنا
وانت كنت تقدر تجيب. طبعا نزل استاذ يعني لوكاكو، تمام، اول ما نزل مونيه يعمل له كوره. محمد هاني طبعا انا مش هقدر الوم محمد هاني في الكوره، لان اصلا لوكاكو كان داخل شاط معاه ياسر بمحمد هاني بشوبير فالجون الاولاني ملهاش اي 30 لازمه. هم كمان ما استغلوش القصه بتاعت الاوفرات من الاول، لان احنا هم كل لعبهم كان على الارض. لو هم كان لعبوا اوفرات كتيره والله كان ممكن نلبس جونين عادي يعني، لان احنا بسم الله ما شاء الله ونانا بتيليمانس بلوكاكو بديكتلاري بدي بروين، اللعيبه كلها اطول مننا يا راجل. ده في من كتر الكوميديا حمزه عبد الكريم لما نزل اتبسطت جدا طبعا لما نزل وعمل يعني مجهود بامانه. بس كان نفسي محمد صلاح، بس هتكلم على التغييرات دي يعني سيبك من القصه دي. في كوره بتاعت دي بروين كان بيرفع الاوفر قبل ما يطلع هو ودوكو في الدقيقه 85 يعني في الفاول، يعني حمزه عبد الكريم هو كان ماسك لوكاكو. يعني انت متخيل الضحك اللي احنا كنا فيه؟ ما كانش ده ما ينفعش يمسكه يا ريس يعني والله العظيم كان كوميديا بجد. فما فيش عندك لعيبه طويله يعني، كان ممكن ينزل حمزه، كان ممكن ينزل حسام عبد المجيد، رامي ربيعه طبعا نزل رامي ربيعه طبعا ادى طبعا يعني لعيب راسي خبره. فيعني هم كانوا لعبوا على الاوفرات كانوا ممكن يكسبونا بامانه يعني، انا وجهه نظري انا كده، لانه لعبوا الشوط الثاني اللونج باص دي الشبات دي كانت كتيره جدا علينا، من بالذات من ناحيه كمان فتوح. مش انا لحد دلوقتي مش مقتنع ان دوكو اتخنق من محمد هاني فراح ناحيه فتوح فاتخنق ولعب في النص واتخنق. دي انا بص لانه قلش كوره في السكس يارده يعني في الشوط الاولاني قلشت الحمد لله، بس مش ده دوكو طبعا يعني بتاع السيزون ده. يعني كمان دوكو كمان الفكره مش في اللم ولا السرعه، الفكره في الانتاجيه، ان هو بقى لعيب منتج مع جوارديولا بيشوط. يعني دوكو في الاول لما جه السيتي ما كانش بالطريقه دي، اه في لعيب فري ستايلر، انما انتاجه بتاعه لعيب هو مش لعيب ما كانش لعيب 11، كان لعيب خماسي بقى لعيب 11 انت فاهم، ويجيب جوان تعادل بقى في ماتش ايفرتون والكلام ده. فهو دوكو انت عملت الصح معاه، محمد هاني قفل عليه الدنيا. فيعني بعد كده طبعا التغييرات بقى اللي كانت غريبه شويه ان طلع امام عاشور، اعتقد ان هو ارهاق يعني، لان امام عاشور عمل ماتش من احلى الماتشات اللي لعبها اصلا من ساعه ما اتولد يعني، وسطور بجد يعني. فنزل رامي ربيعه. انا كان نفسي محمد صلاح يكمل، لان محمد صلاح ده احلى ماتش ليه من فترات كبيره جدا مع منتخب مصر. انا زعلت لما طلع محمد صلاح، لو كان يعني وما طلعش مرموش، مع ان مرموش كان خنقني وخنقنا كلنا، بس ما كانش يطلع مرموش لان في كوره كان مرموش شاطها كانت جت ديفليكشن هتيجي جول، ومرموش بيعمل قلق. الكوره اللي خدها طبعا من نص الملعب دي وجري بيها وقط حلو جدا، المفروض طبعا يعني نهايه وحش قوي طبعا، لان هو مش زي عمر مرموش يعني، بس عملها حلو جدا ما يطلعش يعني. هو صلاح الماتش ده كان ما ينفعش يطلع، فطلع صلاح. انا كان شايف يطلع صلاح. حمزه عبد الكريم كان نازل، لا كان يلعب مع صلاح هيودي له قدام. ما بعد كده بقى ايه، لقيت حمدي فتحي بسم الله ما شاء الله. حمدي فتحي طبعا مش من نجوم اللقاء، حمدي فتحي 20 من 10 بجد. دفاع لعب، سنتر ميلد فيلدر لعب وينج كمان ايام كان بيلعب مع كولر، طرف زيه زي امام عاشور بالظبط، خلاه يعني حسام حسن خلى امام يعني خلى حمدي فتحي زي امام عاشور لما طلع امام عاشور. وكنت ممكن ننزل زيزو تمام مفيش مشكله، كان نفسي مثلا ينزل تريزيجيه عشان يعني تريزيجيه طبعا في بيدافع اكتر من زيزو والتحاماته اكتر يعني، بس نزل زيزو والله ادى، عمل كذا كوره حلوين جدا. الكوره بتاعت الفاول دي اللي كانت انا قلت ضربه جزاء طبعا، بس هي طلعت من بره حتى ما حسبهاش، حسام حسن اللقطه اللي مسك فيها الحكم الرابع من وسطه. فانت عملت كوره حلوه جدا، عملت ماتش تكتيكي حلو جدا جدا، مش هتلاقي الفرصه دي قدام ايران ونيوزيلندا يعني. ففي لعيبه كانت حلوه، اللعيبه كانت كلها كانت عجباني جدا، حتى زيكو كمان طبعا يعني الخبره والاحتكاكات واللعب الدولي حاجه، بس والله يا جماعه لا عجبني يعني طول الماتش كويس إيه. والله السبعه 8 من 10 يعني كلهم بلا استثناء كلهم والله. حتى يعني لو يعني اقل تقييم مثلا كعمر مرموش هتدي له مثلا 5 يا عم 6 يعني فاهم اللي هو ده اقل واحد كايه يعني، كانش مستواه الصراحه يعني. ماما المفروض عمر مرموش يراجع حساباته تاني. ابراهيم عادل نزل في كوره والله العظيم، ابراهيم عادل اصلا من ماتش برازيل انا مش طايقه اصلا لانه اناني قوي فاكر نفسه فاهم، ريان شرقي نيمار عارف انت اللعيبه دي، لامين يامال بيلبس كوبري، وفي لعيب في النص مش فاكر كان مين، كان مهند لا مش مهند مش فاكر مين يا رب والله، المفروض يبصيها له، المعلم واقف كده عايز يبصي كوبري يبصيها بكوبري. ماما ابراهيم عادل كويس هو ما لعبش اصلا من اول الماتش، انا اصلا مش طايقه لان مستواه سيء جدا، اناني جدا، مش منتج.
لا انا انزل زيكو عنك يا ابراهيم عادل، ابراهيم عادل ده اصلا كموهبه احسن واحد في الوينجات في مصر، احسن وينج في مصر المفروض. هو ابراهيم عادل ده يعني عايز يلعب كوره يعني. منتخب مصر يتعادل يعني 1-1 في مجموعه، هنعمل ايه بقى قدام ايران؟ ايران ربنا يستر، لان ايران غشيمه تمام، ونيوزيلندا غشيمه، وانت كنت هتتلب. خلي بالك انا انت عارف بقى ايه، انا اصلا توقعاتي ان احنا نخسر 3 ماتشات. ربنا كرمنا تعادلنا في ماتش بلجيكا تمام. ايران ربنا يستر البدني بقى، وهل هنعمل نفس التكتيك ده؟ لان ايران خلي بالك هتفضل هتلعب كوره مع بلجيكا. ايران لا، ايران هتلاقي صواريخ وحاجات كده تانية انت فاهم، ونيوزيلندا انت لعبتها وخسرت منها. اتمنى نكسب ماتش، اتمنى لو كسبت ماتش من الماتشين دول هتصعد، اتمنى بجد والله يعني. الحمد لله برضو تعادلنا طبعا قدام فريق التاسع على العالم. كاب فيردي كمان اتعادل مع اسبانيا. فالبطوله كاس العالم دي جامده فشخ، وفي مفاجات حلوه جدا، وبطوله بامانه يعني خارج التوقعات. كنا فاكرينها هتبقى وحشه، بس المنتخبات بامانه ما عدا تونس طبعا يعني، وجنوب افريقيا. تونس طبعا دي فضيحه، شالوا طبعا صابر لاموشي، بس يعني لا، المنتخبات الاسيويه والافريقيه تقدر تصعد عادي جدا من دور المجموعات يعني. انا شايف كده لو احنا ركزنا شويه بس ونتدارك الاخطاء اللي هي بتاعتنا دي، اللي هي ايه دايما بتاعت ايه، اللي هي اللي هي ايه الخطوه الاخيره، اللي هي ال10 من 10، اللي هي البيرفكت. لو ما ينفعش تضيع، ما ينفعش. انت بتلعب كاس عالم، ما بتلعبش كاس مصر انت. مقسم نجم الفوره من كام؟ ضيعنا فوره، ضيعنا اول فوز تاريخي لينا. متضايق جدا، متغاظ جدا، ان نفسي انا بقى، انا واحد كحسين، انا عايز اتخطى دي. انا واحد عايز اتخطى الحته دي بقى بجد. انا شايف منتخبات بتبقى احسن مني. ليه؟ انت عندك اهو، والنهارده كنت تقدر تعمل. انت ما عندكش كوره، انت بتكذب على الناس. احنا عندنا كوره اهو، وعندنا لعيبه اهو، لعيبه بتخاف من مرموش وصلاح تخاف حمزه عبد الكريم والناس دي تخاف منهم. احنا مش اقل من حد يا جماعه، احنا مش اقل من حد. الموضوع كله اجتهاد وانتظام ونظام، تبقى يعني في استمراريه، في نظام، تحافظ على نفسك. امام عاشور اهو النهارده شوف عامل ازاي. يعني اعتقد انه هياخد مان اوف ذا ماتش، الله اعلم، لا يعني عشان خرج في الدقيقه 70 ولا الله اعلم. بس شوف امام عاشور بيعمل ايه. الدماغ بنت الكلب بتاعت اللعيبه المصريه دي تتغير شويه بجد اهو. حمزه الكريم اهو بسم الله ما شاء الله، في بند تفعيل اهو 1.5 مليون يورو. امام عاشور شفته بيعمل، عشان امام عاشور ده بالنسبه لي اصلا حاله. انا كنت بشبهه بمين؟ بكيفن امام عاشور دي بروين النهارده عادي. ولما دي بروين لما يا راجل ده خد واحده في الشوط الاول، يا ولد لعيب كوره. بس بقى ايه الاستمراريه بقى، عايزين الاستمراريه. عشان كده محمد صلاح ومرموش في الحته دي. عارف ليه بقى؟ عشان في استمراريه، يعني في ان هو ايه بيحرم نفسه من حاجات. صلاح لما قال لك انا ضحيت بشبابه، هو فعلا ضحى بشبابه عشان يوصل اللي هو عايزه ده، والحته دي. عشان كده عشان كده نيمار ايه، ميسي وكريستيانو رونالدو في الحته دي ليه؟ عشان مش الاستمراريه بس، بيحافظ على نفسه وضحى بحاجات كتيره جدا. نيمار كان المفروض يبقى كده، فعشان كده حاطط صلاح بوسط ما بين يعني ميسي وكريستيانو في حته، صلاح حطه ثالث بالنسبه لنا عشان الاستمراريه. واللي بيعمله ده صعب جدا، هنتقده دي حاجه ككوره، انما اوفر اول صلاح مش ممكن يعني. انا اتغصت جدا ان هو طلعه الصراحه في الشوط الثاني ده يعني، او بالذات لما هننزل حمزه عبد الكريم. اتمنى نكسب ماتش نيوزيلندا الجاي ده، انه هيبقى صعب بالنسبه، اعتقد هيبقى صعب جدا يعني. مشكلتنا لازم نغير الحته الاخيره دي، التاتشات الاخيره دي بتاعت احمد حلمي دي. نفسي اتخطى بقى، نفسي ازغرط، نفسي ازغرط بجد. كنت اعيط في الجون والله العظيم، وانا بتفرج اول ما جيت جون بتاع امام عاشور ده. احلام اليقظه، دور ال16 بيناديني فاهم، وخلاص بقى والله العظيم، ودمعت. كنت حاله هستيريه غريبه يعني جات لي. منتخب مصر من زي نوستالجيا، اقسم بالله المنتخب ده فاهم يعني، بعشقه من ساعه ما اتولدت يعني، من 2006 بقى وانت طالع. ف يعني احلام اتبخرت في لحظه، في كوره ملهاش اي 30 لازمه، في فرص ضاعت ملهاش اي 30 عايزه. هارد لك لكابتن حسام حسن، عمل ماتش تكتيكي عالي قوي، احلى ماتش لكابتن حسام حسن بجد. لعبنا بلجيكا زي ما قال الكتاب، زي ما قال الكتاب بالظبط. الله على المركزيه والتكتيك والتقفيل، واللعيبه مركزه وحافظه تعليماته. بس التاتش الاخير بقى واللمسه الاخيره دي مش بتاعته، دي بتاعت لعيبه بقى. مقسم نجم الفوره من كام؟ اسف على النرفزه، اسف على التطويل في الفيديو. انا
مع منتخب مصر يا جماعه بجد ببقى يعني مشاعري واكلاني بجد، واكلاني جدا يعني. وماليش دعوه بقى بالناس اللي هي بقى مش هشجع ومش عارف ايه والكلام ده كله، وخد دخلوها اهلي وزمالك والروشنه دي، انا ماليش دعوه بيها. انا هفضل كده لحد ما اموت. منتخب بالنسبه لي رقم واحد. انا منتخب مصر ده عشت معاه حكايات لا توصف يعني. عشان كده انا الجيل اللي طالع ده هو مش ممكن يقول عليا ان انا اوفر، او يعني يقول ان انت ايه يا عم الافوره والشغل اللي هو يعني ايه اللي هو اللي على عارف انت قصدي ايه يعني. لا انا المنتخب يا جماعه والجيل بتاعنا احنا ليه معزه خاصه كمنتخب مصر عندنا يعني. اتمنى كل التوفيق احنا منتخب مصر. انا واحد من الناس كنت متشائم جدا الصراحه، هنخسر 3 ماتشات ادتني امل عشان انتوا تعرفوا تلعبوا كوره. اتمنى نكسب ماتش ونصعد، اتمنى يعني باذن الله. رقم حسين نجم الفرقه من كام للاسف لتاني مره يعني على التطويل والنرفزه وكده يعني. بس كده وصلت اخر حلقه، تعملوا لايك شير سبسكرايب فعل زر الجرس. اشوفكم ان شاء الله في ماتش السعوديه والاورجواي، اعتقد على حسب النفسيه او مش حسب النفسيه، حسب حسب الطاقه اللي هي لسه ما عندي، الطاقه بتاعتي خلاص راحت يعني. السلام عليكم.